شايف الجيل اللي قبلك اللي هم دلوقتي اخرهم مثلا 16 17 ده يعتبر جيل، يعني انتوا جيل واحد بس هم اصغر منكم شويه. ايه الفرق ما بين لما كان انتوا عندكم 16 و17؟ انا شايف ان كل جيل، يعني اي جيل بعد جيل بيبقى اللي بعده اوحش. حلو يا يوسف. ازيك يا مصطفى؟ عاملين ايه؟ كله تمام. كله حلو. انا هحاول استغلكم النهارده على قد ما اقدر، لان في الاغلب انتوا اول اتنين يجوا لي في السن ده 20 21 صح؟ او 20. هو 20 بس. وانت 20. يعتبر خلاص. اوكي، انا ما جاش حد قبل كده 20 سنه. فهحاول اخد الوقت ده وهسالكم على الوقت اللي قبله. اوكي تمام. انتوا عارفين طبعا احنا متفقين على ايه صح؟ ايه قولوا كده. ما نكدبش. ايوه. وايه كمان؟ بس كده الصراحه. ايوه. اوكي يوسف، قولي انت ايه اكتر حاجه دلوقتي في سنك ده، حاجه كنت عايزها عملتها واللي جاي لسه محتاج وقت قد ايه عشان تحققه، او حققت ايه من اللي انت عايزه ولسه مستني اللي جاي تعمل ايه عشان تحققه؟ فهمت قصدي؟ أيوة. السؤال معلش صعباني شويه. يعني هو المفروض حاجه، انا كان نفسي في الاول ان انا العب كوره. تمام. كنت بلعب، بعد كده اتصبت اصابه كده، وبعد كده بطلت فتره. بعد كده جيت ارجع تاني، ما بقتش يعني زي الاول. وانا كنت بلعب، يعني كنت في فرقه وبتاع. فيعني لما جه الموضوع ده اتغير مره واحده، ابتديت انا بقى ببص للحياه الجديده، عايزه خلاص انا اتحطيت اللي انا لازم اخش حاجه جامعه من الاول. فلازم افكر من الاول. اوكي. جه قدامي قصه اللي انا لازم يعني كان حد قال لي ان انا اخش جويه، وانا شايف اللي هي كانت كويسه. كان حد قال لي؟ يعني حد من عيلتي اقترح عليا، قال لي أوكي. ما تخش جويه. وانا يعني انت خلصت ثانويه عامه وكنت ماشي في موضوع كوره وما كنتش لسه اصلا قررت انت عايز تدخل جامعه ايه؟ لا انا كنتش في دماغي خالص اخش جامعه ايه، انا سايبها اللي هو كده. اوكي. هي بظروفها بس. مصطفى، ايه الحلم اللي لحد دلوقتي انت كنت بتتمناه ولحد دلوقتي ما حققتوش؟ كان حلمي ان انا ابقى بزنس مان يعني، وليا شغل هنا في مصر وبره مصر، بس لسه يعني كده نقدر حاجه معينه. اوكي، انت لسه في الجامعه. لسه انت بتدرس ايه؟ بدرس ماسكو. اوكي، يعني ماشي، حاسس ان انت ماشي خطواتك مظبوطه ولا في حاجات واقفه قدامك؟ لا لسه، يعني لسه انا ما بذلتش اي مجهود في الموضوع ده يعني. اخلص جامعه ان شاء الله وابذل مجهود بقى بعد ما تخلص جامعه. لازم يعني نصيحه مني، ابدا اشتغل مجهود على من نفسك دلوقتي، من اشتغل على نفسك، اسمع كلام صاحبك. انتوا صحاب صح؟ طيب اوكي، ايه اكتر حاجه بتحبها في يوسف؟ وافي وجدع وفي كل الصفات يعني. ايه اكتر حاجه بتحبها في مصطفى؟ الكيمياء بتاعتنا مع بعض ماشيه، يعني احنا الاثنين تفكيرنا زي بعض. لو مصطفى عمل ايه ممكن تقطع علاقتك بيه؟ ما اعرفش دلوقتي، بس يعني بصراحه يعني مفيش حاجه في دماغي، بس ما اظنش يعني اللي حاجه هتحصل. ايه الحاجه، ايه الصفه اللي بتضايقك في اي واحد صاحبك؟ اكتر حاجه بتكرهها؟ العند، يعني ممكن لما حد بيعند معايا بعند جامد عشان انا برضه عنيد. لو مصطفى بقى وانت بتحبه قوي وانتوا قريبين من بعض عند معاك في حاجه وقال لا لك مش لدرجه اللي انا اخسره، يعني نتخانق خناقه عاديه. أوكي. لكن بس برضه انا مشكله اللي انا بس في حاجات كبيره ممكن نقطع علاقتنا ببعض بيها، مثلا زي انه يخونك مثلا، كنت مأمنه على حاجه بس حاجات انا ما افرضهاش اللي هتحصل اصلا بس مستبعده. ايوه خالص. ايه اكتر حاجه ممكن تخليك تقطع علاقتك بيوسف؟ لا ما فيش حاجه برضه توصل اللي هو اقطع علاقتي بيه، بس يعني مثلا اتخانق معاه عادي. او مثلا انا ما بحبش التحوير، ما بحبش الكذب. اوكي، مين الصاحب اللي في الشله اللي انتوا الاثنين متفقين ان انتوا مش بتطقوه او بيعمل مشاكل وتقيل على قلبك؟ ما فيش والله. احنا كلنا مع بعض من فتره كبيره. اصل انا يعني كبرنا مع بعض ومتربيين مع بعض كلنا من واحنا قد كده من بدري، فاحنا كلنا عارفين كل واحد فيه صفاته كويسه ووحشه. دايما بيبقى في واحد في الشله كده بتاع مشاكل، في بتاع مشاكل وفي كتير مش واحد. اوكي واحد بس يعني دي بس ما تقطعوش علاقتكم ببعض. ما اقطعش كده عشانه هتحط في المشاكل اللي هو فيها، مش فارقه بقى هو عمل ايه صح او غلط، مش تفرق. اوكي طيب، انت من وجهه نظرك لنفسك انت شايف انت بتميز نفسك ازاي؟ انت مميز اصلا من وجهه نظرك؟ اكيد كل واحد شخص من نظر نفسه مميز. طب قول لي بقى مميز في ايه؟ لا انا حاليا مش مميز في حاجه. بص انت بتساع عليا وانا ما بحبش كده، ما تخلينيش اسالك اسئله تتزنق اكتر. مش مميز والله في حاجه. انت قلت لي طبيعي بثقه كده كل حد بيشوف نفسه مميز. اوكي قول لي انت من وجهه نظرك شايف نفسك مميز في ايه؟ لا مش شايف نفسك مش لاقي حاجه تقولها؟ بتحب نفسك اصلا؟ بحب نفسي. ليه بتحبها؟ عشان انا شخص كويس. كويس من ناحيه ايه بقى؟ بص هجيب اهو الحته اللي انت متميز فيها. شخص كويس عامه يعني.
بس كده؟ مصطفى انت محتاج تفك معايا شويه. لا والله أنا يوسف انت ايه الصفه ايه الميزه اللي فيك انت شايفها يعني لما قول؟ انا ببقى شايف نفسي اللي انا اذكى لما حد مثلا يقول لي حاجه بتوصل لي اسرع، اللي انا اعرف اترجم مثلا. اوكي انت شايف نفسك ذكي. طيب انتوا دلوقتي عندكم 20 سنه صح؟ شايف الجيل اللي قبلك اللي هم دلوقتي اخرهم مثلا 16 17 ده يعتبر جيل، يعني انتوا جيل واحد بس هم اصغر منكم شويه. ايه الفرق ما بين لما كان انتوا عندكم 16 و17؟ مش شايف فرق. لا هو في فرق كده كده طبعا. ايه بقى في الفرق؟ فرق كبير. يعني احنا ممكن نكون مثلا شفنا الكلام اللي هم شافوه ده متأخر شوية. بالظبط. هم شافوا الحاجات دي بدري بدري، يعني لما 15 سنة 14 سنة بيسهروا مثلا في أماكن وعيد ميلاداتهم. التيك توك عامة والسوشيال ميديا عامة بشخص عامة يعني فتحت لهم الدنيا قوي. بالظبط. فهو ده ده مش حابه الصراحة. يعني انت وانت عندك 16 17 ما كنتش بتعمل زي اللي 16 17 بيعملوه دلوقتي. طب انت شايف ان ال 16 17 دلوقتي انت شايفهم في حاجه غريبه؟ كده بص، غير ان هم متطلعين اكتر وعندهم تكنولوجي اكتر والحاجات يعني راحت لهم اسرع من ما راحت لكم، عشان كل حاجه مفتوحه قدامهم غير على ايامك شويه، ولو ان ايامك ده مش كتير من 3 4 سنين يعني. تمام، بس ما كانش فيه اللي هو البجاحه دي. يعني انت شايف ان هم بجحين؟ قوي بجد؟ والله. طب ليه؟ قول لي حاجه، قول لي موقف. بجحين في كل حاجه يعني، من ناحيه اللبس، من ناحيه انت بتتكلم على بنات ولا على اولاد؟ كله. اوكي. طب هو انا مش شايفه غير واسع في واسع واسود في اسود. انا مش شايفه غير كده. ما انا بتكلم ايوه من ناحيه اللبس لو الواسع والكلام ده يعني. ده الولاد والبنات. البنات ما بيلبسوش واسع. ما بيلبسوش واسع. اوكي ماشي. طب وانت يا يوسف؟ انا شايف ان الولاد اكبر، يعني قصدي الجيل ده بيعمل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها واحنا اكبر، اللي غالبا ممكن تكونوا بتعملوها انتوا دلوقتي. ايوه دلوقتي ممكن يكونوا هم بيعملوها دلوقتي وفي سنهم. طب ده سببه ايه؟ السوشيال ميديا؟ كده ما اظنش السوشيال ميديا ممكن على العالم عامه السوشيال ميديا. طب انت رايك ان السوشيال ميديا، انت رايك ايه يوسف؟ انا شايف ان كل جيل، يعني اي جيل بعد جيل بيبقى اللي بعده اوحش. طب ليه اوحش؟ يعني على فكره هو ان هم ينفتحوا على التكنولوجي وتبقى قدامهم كبيره، دي حاجه مش وحشه، بس هي الفكره ازاي نستغلها، صح ولا غلط؟ صح. فهي دي الفكره. ممكن يكون في ناس بتستغلها غلط وممكن يبقى في ناس بتستغلها صح. بلس ان في حاجه تانية، هو ممكن يكون في ناس مخها بيكبر وبيوعى للصح مش للغلط، فتبقى حاجه مش وحشه. بس انتوا واضح ان انتوا كل اللي حواليكوا مش عاجبينكم. ولاد وبنات. انت عندك اخوات بنات؟ عندي اخت بنت. اخت بنت عندها كام سنه؟ ده 16 15 سنه. طيب ده السن اللي احنا بنتكلم عليه تقريبا. بتعمل ايه معاها بقى؟ من ناحيه المعامله يعني؟ طبعا المعامله والتيك توك والفيديوز والنزول والطلوع والصحاب كل حاجه. بعملها كويس، بس مثلا لو شايف مثلا لو ليها واحده صاحبتها مثلا شكلها مش لذيذ مثلا، انا مش مرتاح لها، بتكلم معاها وبقول لها حلو قوي. بتسمع بقى هي كلامك؟ بتسمع الكلام. ولا بتاخدك على قد عقلك؟ ممكن تكون بتاخدك على قد عقلك برضه. بتسمع الكلام. بتسمع الكلام. يعني انت مصاحبها وبتقولوا لبعض بتحكي؟ لا بس مش لدرجه ان انا بحكي حاجه، يعني لو في حاجه بتحكي لي. طب يعني تعمل ايه لو جت قالت لك انا مصاحبه؟ لا حاجه مش هتحصل اصلا. يا سيدي انا بفترض، هو احنا بنتكلم في العالم الخيالي وانت شفتها قامت صاحبت. انا بقول لك نفترض انها جت قالت لك انا مصاحبه، هتعمل ايه؟ هتجنن طبعا. ايوه هي بعد ما تتجنن ما هتتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ لما ساعتها مش هعرف اتصرف. هتضربها؟ ممكن عادي الموضوع يوصل ممكن اضربها. طب حلو قوي. ممكن اقف بقى هنا ثانيه واحده؟ لا انت شايف ان مع الجيل اللي احنا بنتكلم عليه ده لا ما هو انك تضربها ده حل صح؟ لا ده مش حل صح كده كده. طيب يبقى بس انا بتكلم من ناحيه شخصيتي انا في الموقف ده بالذات انا هعمل كده. أوكي. بس هو ده مش حل كده كده، ده مش حل خالص. انت لسه كنت بتقول ان انا بتكلم معاه وبتاع. ايوه بس هو مش حل يعني، هو موقف عن موقف يفرق. يعني لما بتتكلم مثلا معايا في اي موضوع عامه بسمع لها، لكن الموضوع ده لكن تقول لك انا صاحب. طيب تعمل ايه لو دخلت عليها الاوضه لقيتها بتشرب فيب؟ نفس القصه. بتبص لي كده ليه؟ نفس القصه برضه. هو بيتفاجئ. طب ممكن تقول لي بابا ممكن يعمل فيك ايه لو دخل عليك الاوضه لقاك بتشرب الكحول مثلا؟ لا برضه هيعمل معايا نفس اللي كنت اعمله مع اختي. طب وهل صح يعني لو ضربك وانت في السن ده هتسمع كلامه؟ لا. يوسف انت ما عندكش اخوات خالص صح؟ وحيد؟ طب ما تحكي لي كده 5 دقايق عن الوحيد ده في البيت بيبقى عامل ازاي؟ المدلع اللي كل حاجه عنده. بس انا مش شايفاك متدلع. لا مش متدلع. طب كويس. يعني مش نص. اوكي. اصحابك
مهمين بنسبه قد ايه في حياتك؟ لا نسبه كبيره قوي يعني. بتسمع كلام صحابك اكتر ولا كلام اهلك اكتر؟ لا كده كده اهلي رقم واحد يعني، بس صحابي كده كده لازم يبقوا موجودين عشان دول اللي يعتبر لما ببقى متضايق من الناحيه دي بروح لاصحابي. ايه يعني اكتر حاجه بتضايقك في البيت؟ في البيت؟ لا حاجات كتير. اديني حاجتين، حاجه عن بابا وحاجه عن ماما. حاجه عن بابا. اكتر حاجه بتضايقك في بابا بابا عصبي اوكي أوي. يبقى بابا عصبي. ماما؟ لا ماما ممكن ما بتسمعش اوكي يعني، بس هي طيبه يعني، هي كده معايا في كل حاجه كده كده بس طيبين، احنا عارفين اكيد، بس بس انا بتكلم ان اكتر حاجه فيهم بتعصبك انت او بتضايقك انت. هي ممكن تكون هي ما بتسمعش كويس يعني. اوكي مش يعني بتعرف. ماما ما بتسمعكش كتير اه. وبابا عصبي. لما بيبقى عندك مشكله بتروح لمين الاول، ماما ولا بابا؟ ماما. طب ما هي ما بتسمعش. بس ماما يعني انا عارف رد فعلها. اهدى من بابا. بكتير. يعني تروح لها وتحاول تخليها تسمعك عن ان انت تروح لبابا العصبي اللي انت مش عارف رد فعله هيبقى ايه. امتى في يعني مشكله ايه اللي اضطريت انك تدخل فيها بابا بعصبيته؟ مره كنا قاعدين كنا بنسبوت في مرغني. كنا قاعدين فالظابط نزل، كان في مشكله في اخر الشارع. انا كنت بتكلم في التليفون واتخانق في التليفون، افتكرني تبع المشكله قام اخدني معاه. اوكي فرحت القسم. اخدني القسم. طبعا لازم تكلم بابا. فخلاص ما فيش. طب بابا اقتنع ان انت مالكش دعوه بالموضوع واتخذت كده ولا اقتنع؟ صدقك؟ بس انا طبيعتي لو عملت حاجه، هم عارفين انا برضه ما بعملش حاجات كتير يعني، انا ما بعملش مصايب. انا لو عملت حاجه انا باجي اقول 1 2 3 انا عملت كذا. اوكي دول اللي هيلحقوني. بس لما صدقك في الموضوع ده يبقى تستحمل عصبيته بقى. ما انا بستحمل بس مش على طول. ماشي. ايه اكتر حاجه بتضايقك في بابا وماما في البيت؟ لا انا ما فيش حاجه بتضايقني من ماما الصراحه يعني. من ماما ما فيش حاجه خالص؟ لا. طب من بابا؟ طريقه عامه يعني. مش صحاب؟ لا. برضو يعني ممكن يبقى عصبي ما بيسمعكش او كده، او عصبي ما بيسمعش، بيبقى عايز اللي هو يقوله اللي في يمشي دماغه. وانا مش الشخصيه دي برضه. اوكي لما انت بتتعاقب لحد دلوقتي لو عملت حاجه غلط؟ امتى اخر مره اتعاقبت؟ لا من 2 سنين مثلا. ده معناه ان انت اخر حاجه غلط عملتها من 2 سنين؟ لا. ولا بتعمل غلط السنتين اللي فاتوا بس بطلوا يعاقبوك؟ لا خلاص. لا بقى خلاص ما بطلوا يعاقبوك. لكن بتعمل غلط. طب اخر مره اتعاقبت كانت ايه؟ ما نزلش مثلا. اوكي والعقاب ده كان مناسب؟ لا طبعا مش مناسب. ما كنتش بتبقى طايق نفسك؟ كنت بنزل فعلا. كنت بتنزل من وراهم؟ يوسف؟ انا اظن وانا صغير يعني كنت ما تعاقبتش من زمان؟ خالص ما بتتعاقبش ما اصلا؟ بتعاقبش، مش عقاب يعني. هي كانت وانا صغير كده، بس كنت صغير قوي. وهو جابني ونام سابني قال لي ارفع ايدك ورجليك وخليك واقف نام وصحي ولقاني لسه واقف. اوكي دي المره اللي لن تنساها ابدا في حياتك؟ مش ناسيها. اوكي وانا صغير خالص. طيب ما بتتعاقبش برضو عشان ما بتعملش غلط، ولا علشان هم مش ماشيين معاك بستايل العقاب عموما؟ لا مش ماشيين معايا اللي هو يعاقبني، وهو شايف ان انا عندي ممكن اعند اللي هو ايه، لا انا كده كده ما حصليش حاجه وده تمام. العقاب ده هو شايف ان انا خلاص كبرت. اوكي طيب مصطفى، لما تكبر هتعاقب ولادك بنفس الطريقه اللي اهلك كانوا بيعاقبوا بيها؟ هتعاقبهم ازاي؟ مش هعاقب يعني، انا اصلا مش عايز اوصل لمرحله العقاب. لا ما هو كل بني ادم، هو على فكره مش معنى ان انت بتعمل حاجه غلط يبقى انت وحش. ما بيغلطش كده. ايوه كده بالظبط، انا مقتنع بحاجه زي كده. عادي انك تغلط عشان تعرف يعني الصح. شايف ان السلبيات الموجوده مثلا في البيت عندي انا هحولها لايجابيات في بيتي. فقد الشيء لا يعطيه يعني، انت مع المثل ده؟ طب دي حاجه كويسه. طب بفكر بقى في موضوع اختك. طيب هبطل كلام عنكم انتوا شويه وهدخل في فقره تانية خالص اللي هي بتاعت بابا وماما بس بقى. تمام. هسألكم اسئله وانا عايزاكم تتوقعوا رد فعل بابا وماما هيبقى ايه. اوكي؟ ايه اكتر سر مخبيه على بابا وماما؟ او ايه اكتر حاجه عملتها لحد دلوقتي ما حكيتهاش وهما ما يعرفوهاش؟ مش في الطبيعه اصلا بحكي اي حاجه عامه يعني. حلو، احكي لي انا بقى. قول لي انا بقى عملت ايه. يلا. مفيش سر مثلا ممكن اخبيه على ماما عادي يعني، مفيش حاجه بخبيها عليها. يا سلام. والله يا سلام. المفروض ان انا اصدق المثاليه بقى دي، صح؟ يا ابني انا مش ما تنرفزنيش. لا والله العظيم لا قول لي، لا اكيد في سر. لا فكر في السر. طب بابا بابا خبيت ايه على بابا؟ قول لي بقى ان انت ما خبيتش حاجه خالص على بابا. ما اكيد خبيت كده. طب قول لي بقى سر لحد دلوقتي ما يعرفوش، يعني هو بيتفرج على الحلقه دي هيسمع الحاجه دي وحاجه انت عملتها من زمان خلاص مش هتتهزق عليها. قول ما تخافش.
ممكن افكر طيب في الموضوع بس انا مش فاكر فعلا. هتألف؟ اسال والله مصطفى، ما حلو تألف هألف. حاجه بسرعه؟ ممكن اوكي يوسف. يلا يا يوسف. يوسف نفس أنا السؤال. نفس السؤال. انا بابا كنت يعني هو كان بيركب موتوسيكلات كتير حلو. وعمل حادثه، سلام. فهو بالنسبه له اللي انا اركب موتوسيكل دي مستحيل، مم. وكان قايلها لي، قال لي مستحيل تركب موتوسيكل. خدت أنا- الموتوسيكل من وراه لا مش اخدت موتوسيكل من وراه، انا مم. جبت موتوسيكل اصلا؟ وهو قابلني يعني في الشارع بالصدفه راكبه وجاي عكسه في وشه. انت بتهزر؟ والله عمل فيك ايه؟ نزل ساب الموتوسيكل زي ما هو داير، قام واخدني راميني في العربيه، راميني في شطف البيت. بيك الاسفلت انا طبعا طبعا. دماغي كلها في الموتوسيكل اللي متدور في وسط الشارع ومتساب لوحده. بس انت يعني حوشت ونزلت اشتريت موتوسيكل من ورا بابا؟ لا هو كانت مامتي مساعداني برضو. يعني انت وماما اتفقتوا على بابا؟ لا هي ماما وبابا اصلا انا جاي اهدي النفوس يعني، بس الوضع باين لي كده. بابا وماما منفصلين. اوكي ماشي. فكان عادي ان هو ما يعرفش. ماما اوكي. حاجه وبابا خالص حاجه تانية، وكانوا الاثنين ساكنين في نفس الحته يعني. أوكي. كنا الاثنين ساكنين في شيراتون بس شقتين مختلفين. فكان وارد ان هو ما يعرفش لحد ما قابلك صدفه. ممكن يقابلني صدفه بقى في الشارع. اوكي. دي اكتر حاجه غلط هو عملتها. لحد دلوقتي اظن ما يعرفش اصلا الموتوسيكل ده بتاعي، فكروا ان انا مأجره او طب بتاع انت حد. جبت الموتوسيكل ولا عملت ايه؟ رحت اخدته. طيب تمام. نسيبه. سالتك هتجاوب ولا اسالك سؤال تاني؟ لا هجاوب. قول. سرقت عربيته وهو اكتر واحد ما بيحبش حد يسوق عربيته اصلا. وعرف ولا الموضوع لا في ما الدرج؟ عرفش. يعني هو هيعرف دلوقتي؟ اكيد اوكي ماشي خلاص، دي حاجه بسيطه. ايه اكتر حاجه بتكرهها في ردود افعال باباك على المشاكل دي؟ ان هو مثلا ممكن ياخد الموقف مثلا بطريقه او بضحك. انا بكره استهتار بالموقف يعني. استهتار بالموقف. اوكي. لو وقعت في مشكله كبيره وعايز حد ينقذك، هتكلم بابا؟ من اهلي. انا بابا تحديدا. بابا اه هكلمه لو مشكله شايف اللي هي خلاص هكلمه. هتكلم مين؟ مش هكلم بابا. ممكن اكلم ابن عمتي مثلا، اي حد من زمايلي. لا اي بس- حد غير بابا. اه عشان رد فعله مش هيعجبك. فكرت مره تهرب من البيت؟ انا سبت البيت كتير. سبت البيت كتير؟ كام مره؟ لا كتير. طب وكنت بترجع ليه وازاي؟ برجع عشان هو ليه؟ عشان مفيش حاجه تعملها، انت كده كده اه هترجع. انا كده كده يعني لما معروفة. بقعد بفكر مع نفسي في الموضوع شويه، لا ما فيش حاجه فعلا اعملها فبضطر ارجع. لكن سبت البيت، لا سبت البيت كتير عشان مثلا انا كنت شخصيه بحب النزول كتير. اوكي. وكانوا بيمنعوك من النزول؟ اه طيب احنا كده عرفنا انت بترجع ليه، معرفتش ازاي. هل هما اللي بيكلموك انت ترجع ولا انت بترجع لوحدك؟ والدتي مثلا بيبقى لها تاثير عليا. اكيد طبعا، حرام عليك ما اصلا. ما بتصعب عليا الصراحه. ايوه طبعا بتصعب حرام عليا جدا. جامد، فما بقدرش اخليها يعني. فبترجع عشان خاطرها. وانت يا يوسف هربت؟ لا انا هربت، مش هربت، وانا لما بهرب من هنا بروح على البيت التاني. ما بتهرب من عند ماما بتروح عند بابا كده والعكس. انا في امان في الاثنين. اوكي. لكن ما هربتش وسبت لهم البيت؟ لا مش هربت. لا. اوكي. ممكن اتخانق مع بابا بس ما اسيبلوش البيت اروح اعاقبه، ولا انا اروح عند ماما بقى كده. قول لي رد فعل بابا لو اكتشف ان انت عايز اجيب لك حاجه اقوى بقى عشان انت شكلك عاقل، بتشرب حاجات. رد فعله؟ اه لا كده هيبقى فيه يعني هتتنسف. صرامه. لا اوكي. قعدني في البيت. طب أصلاً سؤال عشان بيني أسيبه. وبينك كده، جربت؟ اكيد. والنتيجه؟ لا انا ماليش حبيت ولا ما حبيتش؟ حبيتش. مين اللي خلاك تجرب؟ يعني قول لي التجربه عشان غيرك يستفيد. ما حبيتش. انا دماغي حاسس ان انا طول ما انا تمام ومع الناس انا شايف ان انا بخرج وبتاع. أنا بشوف الحاجات دي بتخلي الواحد قاعد مكانه وما بيعملش اي حاجه. شربت نتيجه ضغط اصحاب؟ مش ضغط اصحاب برضو، يعني برضو هو قراري انا، يعني هو كان بقراري انا كده. ماشي. بس اكيد شفت الشله اللي هو ما يلا اللي هو اكيد هو صح؟ لسه في كده؟ طب والله العظيم انا بسالك، انا عايزه اعرف. أيوة هو لسه في كده؟ اكيد. اوكي. بس برضو يعني كل واحد برضو بيعرف يسيطر على نفسه. اكيد. اللي بيبقى عايز كده بيبقى شايف، انا ببقى شايفه اللي هو بني ادم ميت قاعد مكانه ما بيعملش اي حاجه. بالظبط. برافو عليك. هي سكه عامه مش يعني مش احسن حاجه ولا حتى انك مين فيكم اللي قال ان بيحب نفسه عشان ذكي؟ يوسف. تعالى. لا طب قول لي بقى. لا قول لي ال 100 جنيه فيها كام قرش؟ 100 جنيه فيها كام قرش؟ ده مش لا، معناه ان انت 100,000. تقعد ساكت، انت ممكن تفكر وتجاوب وتعلي عليه 100,000. عادي. 100,000. 100,000؟ طب ريح بقى. اقل 80,000 مثلا. 10,000 قرش. صح.
ولد. برافو يا عليك يا ولد. سهن يا ساكت انت. ولد. عمال تفكر وانا صح، صراحه. برافو عليك. طيب اوكي، قول لي حاجه بنرميها قبل ما نشتغل وهي بتيجي برزقها. فكر هتلاقيها تافهه جدا يعني، ما شاء الله احنا الالعاب بتاعتنا جميله. بص فكر بس. بنرميها قبل ما نشتغل. قبل ما تشتغل، قبل ما هي تشتغل. الباسكت. لا، انت ترمي الباسكت ليه اصلا؟ الكورت باسكت. لا لا، بس يعني ممكن تجيبها. سيبك تفكر تاني. الصيد. برافو عليك، السناره صح. طب يا ولاد ما انتوا كويسين اهو. طب والله كويس. طيب ايه الجامعه اللي ما فيهاش طلاب؟ يعني بمعنى مفيهاش طلاب. مفيش طلاب ازاي؟ ها؟ لا، لا. ما- طيب اوكي، ايه الحاجه المشتركه ما بين السماء والارض؟ بني ادمين. هم؟ ايه؟ هو مين؟ احنا فعلا بني ادمين؟ لا مفيش. اوكي. عاجبني انا سايباكوا كده يعني، حتى ما بقولكوش الحقيقه. طيب ايه نوع من العقارب مش سام ومفيش خوف منه؟ لا كلهم بيلسعوا. هم؟ كلهم بيلسعوا؟ مم. لا ما اظنش. كلهم بيلسعوا. مش جايه. لا مش جاي. اوكي، قول لي 5 اسماء قرى من المحافظات بيبداوا بحرف الواو. لا ما اعرفش، انا كده كده انا خارج عني، انا علمي. لا. مفيش. اوكي. مفيش في لا مصر. ما تجزمش ان مفيش. مفيش في انت مصر. قول مش عارف. في اي حته. ممكن اكون مش عارف، بس هو أوكي، ما اظنش انه يوسف. فيه يعني. لا انا مش عارف. ما فيش، أنا انا باي جغرافيا باي. اصلا انا باي بايظ. باي. لا لا. طيب اوكي، هقول لكم مثل بالعربي، اكيد عارفين الامثال الشعبيه طبعا. اكيد. اوكي، انا هقوله لك بالطريقه بتاعه المثل العاديه، وانا عايزاك تشرحوا لي بالعربي. يعني اشرحوا مفهومه ايه المثل ده. اوكي. اللي تتغير محبته تتغير مخدته. معلوش عزيز يعني. مفيش مثل تاني. في امثال تانية بس يعني ده مش عارفه. عارف والله. لا أنا تمام. مش عارفه. لا ما طيب عداش اوكي، عليا. اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه. الامثال كانت اسهل من كده. هي صعبت ليه؟ لا مش عارف. ما عداش عليا برضه؟ الحاجات دي برضه خالص. بجد يا جماعه انتوا مش عارفين تشرحوا بالعربي لا احنا عارفين مش نشرح عارفين أكيد، بس اصلا المثل، انا مش عارف المثل. اصلا. اه اوكي. طيب العطشان يكسر الحوض. انا جاوبت في الحلقات. بيني وبين نفسي طب سيبكم من الامثال الشعبيه خالص. خالص. عايزه اسالكم على كم مصطلح كده جديد انا مش فاهماه، انا عايزاكم انتوا تشرحوه لي بالعربي. تمام. يعني ايه 500؟ 500 مثلا لو حد من اهل مثلا الشخص اللي بيتكلم مثلا في مثلا كلام مش بين صحاب يعني عادي. ها؟ يعني لو قال له 500 ده اللي هو يعني باباه ووالدته او جنبه يعني، فاللي هو ايه اسكت. يعني هو بيتكلم في تليفون او قاعد مع اصحابه وفي حاجه سر بتتقال، فحد مثلا مش لازم هيسمعهم تكون فيقول له سر يعني 500. موضوع مش- مثلا الموضوع ما مش يقلقش عايزين. إن هو طب ما يقول له اسكت. ايه 500 دي جت منين يعني؟ ما سيم يعني. اسكت عشان برضه ما يعرفش سيم، اهله سيم. يعني. عشان ما يعرفش ان اللي آه. بيسمع ان هو بيقول اسكت عشان هو. أيوة، أيوة. يا الله على اللفه. 500. طب ودي جت منين معلش؟ حابه لا اعرف. ما دي أعرفش. من بس وانا دي طفل قديمة وهي أوي يعني. بتتقال من احلف. ايوه من والله. وانا طفل وهي أنا بتتقال من لسه كل معاها. الشلل، ما فيش حد ما بيقولهاش. 500. هي 500. طب و49؟ لا لا، ما اعرفهاش. هموت واعرفها 49 دي. ما وانا قلت أعرفش. انتوا اللي هتقولوا لي برضه مش عارفين يعني ايه. 49. طب وستايل اللي هو بتاع جايه مني، يعني برضو في طريقه كلام كده اللي هي فايه جايه مني برضو، دي اللي هي جت من فين ويعني ايه برضو؟ يعني جاي منك مثلا نخرج، جاي منك نروح اي حته يعني. جايه منك نسافر. نخرج لو او نسافر تيجي يعني. تيجي نعمل كده يعني مثلا. برضو في كلمه اخيره بشوفها بتتحط في جمل ملهاش علاقه بالمعنى. مش سالكه. ايوه هو مش ماشي. بس جاي نفسم مثلا منه مثلا في حاجه. دخلت طيب، في قصه. اسكت. اوكي، من في جوه اي يعني. مصطلحات تانية انا لسه مش على علم بيها لا، ولا كده لا، خلاص؟ لا، تمام. خلصنا خلاص وطلعتوا عيني على فكره، وانت تحديدا. ليه ما والله؟ اتكلمتش. لا. تمام خلاص.